ماذا سيحدث يوم جنازتك؟ في يوم ما سيعلن خبر موتك. سيقال ببساطة: فلان توفي، وينتشر الخبر بين الناس كما تنتشر قطرة حبر على ورق مبلل. أمك التي كانت تدعو لك كل ليلة ستبكي بحرقة لن توصف. أبوك الذي كان يرى فيك سندا سيجلس بصمت، لا يعرف كيف يتنفس من بعدك. أصدقاؤك سيتوقفون للحظة، يتألمون ثم يمضون. فالحياة لا تتوقف من أجل أحد. سيغسلك غريب، ويكفنك غريب، ويحملك غرباء على أكتافهم إلى قبرك. لن تكون قادرا على الكلام، ولا على التبرير، ولا على طلب فرصة أخيرة. سيصلون عليك ثم تدفن، ويغادرك الجميع. سيعودون إلى بيوتهم، يتناولون طعامهم، ويكملون يومهم وكأنك لم تكن هنا بالأمس. وبعد أيام ينسى صوتك، ويذبل ذكرك، ويزورك القليلون ثم يقلون، ثم لا أحد. لكن أنت لن تكون قد انتهيت، بل ستكون قد بدأت الرحلة الأهم، الوقوف بين يدي الله والمحاسبة على كل ما مضى. فهل أعددت لذلك اليوم؟ هل فكرت بما سيبقى لك بعد الموت؟ هل تركت أثرا؟ هل كنت صادقا، متسامحا، مخلصا؟ تذكر، في لحظة ما ستكون أنت الخبر والجنازة والدعاء ثم النسيان.